السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا بقى كمية بطاطس النهاردة، هوريكم هنعمل فيها ايه. هنعملها بطريقة حلوة قوي، وهنعملها اللي هي البطاطس البوم فريت اللي هي الجاهزة او النص مقلية. بطاطس بقى تجيبي بطاطس نظيفة كده، بطاطس تكون على الفرازة، بطاطس من اللي هي البيضة الحلوة دي. هنجيب بقى نسأل البياع على البطاطس اللي هي بتاعة التحمير، اللي هي ما بتتحرقش قوي في التحمير، ديت بتبقى جميلة قوي قوي معايا في الوصفة اللي هنعملها النهاردة. تمام، معايا كمية بطاطس كبيرة كده، وكمان جايبة شوية وسط زي ما انتوا شايفين عشان هقول لكم هنعمل بها ايه. هنقشر الكمية بتاعنا بقى كلها، وطبعا جنبي طبق كبير فيه مية. اللي هقشره هحطه دايما في المية، يعني اول ما اقشر احط في المية على طول اول باول علشان ما تسودش معايا زي ما انتوا شايفين كده. تمام. تاني خطوة بقى معانا هنا صينية فيها مية تانية. احنا خدنا البطاطس بتاعنا غسلناها على الحوض كويس، وجبنا صينية كبيرة كده او طبق كبير غويط، وهنملاه برضو مية، ونجيب القطاعة بتاعنا بقى، ونجيب البطاطس بتاعنا ونقطعها حلقات زي ما انتوا شايفين كده، بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. احنا مش عايزين تقطيعة البطاطس ولا تكون رفيعة قوي ولا سميكة قوي. بصوا يعني هنخليها اللي هي ايه يعني الصابع يكون مليان شوية. تمام، يعني يكون ملحم كده شوية علشان لما نيجي نقليها تبقى ايه، يعني مليانة كده، وتبقى يعني زي الفقش كده من جوه. فاهمين قصدي ايه؟ خلاص كده هنقطع بقى كمية البطاطس بتاعنا اهي زي ما انتوا شايفين. ده حجم البطاطس بتاعنا، ولا تكون رفيعة قوي ولا سميكة قوي. انت براحتك بقى، عايزة تقطعيها كبيرة تمام، عايزة تقطعيها صغيرة ماشي، براحتك. انا كنت بعمل شوية طويلة وشوية صغيرة. شايفين التقطيعة كلها قد بعضها، واللي بقطعه اول باول بنزل بيه في المية اللي انا قلتلكوا عليها. بنملى مية ما تكونش فيها ولا ملح ولا خل ولا اي حاجة، مية بيضة من الحنفية، ونقطع ونحط ونقطع ونحط برضو علشان نحفظ البطاطس بتاعنا ما تسودش معانا. على ما نخلص تقطيع خالص هنخلص بقى كمية البطاطس بتاعنا الصوابع اهي زي ما انتوا شايفين. حطيناه في المية وشايفين ما شاء الله الكمية كبيرة وما سودتش معايا ولا اي حاجة، علشان دايما بقشر او بقطع وبحط في المية. خلاص كده. طبق تاني برضو فيه شوية مية، وهنجيب بقى البطاطس اللي هي الصغيرة اللي انا قلتلكوا عليها، كنت جايبة شوية صغيرين برضو هنخزنهم مع بعض في الفريزر. هنقورها بقى بالشكل ده علشان نبقى نعملها نحشيها لحمة مفرومة اهو. بنقورها كده زي ما انتم شايفين، بعمل لها قاعدة كده من تحت علشان لما اجي احشيها واقفها في الصينية، وبالمقوار بقى وبقورها زي ما انتم عارفين. والتقوير اللي بيطلع من البطاطس ده، الحاجات اللي هي الصغيرة قلب البطاطس اللي احنا بنطلعه ده مش هنرميها، اوريكم دلوقتي هنعمل بايه. خلاص كده خلصنا كمية البطاطس بتاعنا، تقشير وتقطيع صوابع وتقوير. خلاص كده حلة على النار فيها مية بتغلي، دي اول خطوة معانا. حلة على النار فيها شوية مية بتغلي، هنزل بمعلقة ملح كبيرة ومعلقة سكر ومعلقتين خل. ليه الحاجات دي بقى؟ احنا بنحط السكر كمادة حافظة بس للبطاطس، وكمان بنحط الخل علشان يفتح لي مسام البطاطساية من جوه. البطاطساية تبقى ايه، يعني منفوشة كده وهيشة، وكمان تدي قرمشة حلوة من جوه. تمام. يا دوب احط البطاطس. انا هنا كنت نسيت احط المعلقتين الخل اللي قلتلكوا عليهم، فحطيتهم مع البطاطس بعد ما حطيت البطاطس. تمام. يا دوب غلوة واحدة يعني بالظبط. البطاطس بتحطيها في المية المغلية دقيقتين 2 بالظبط، ولو النار بتاعتك عالية هي دقيقة واحدة. تمام. وبتبدأي بقى تطلعي البطاطس، تحطي البطاطس. شايفين التسوية اللي هي مش مستوية قوي ولا ولا ايه ولا جامدة قوي. تمام. اهي بتحطي يا دوب البطاطس بتاعك يا دوب دقيقتين 2 بالظبط، وبتطلعي البطاطس على مناديل مطبخ علشان تتصفى كويس قوي قوي، ولازم ننشفها كويس. كده هخلص الكمية بتاعتي كلها هي سلق. خلاص كده شايفين بطلعها على طبق كبير وتحتها مناديل مطبخ وزي الفل، ونشفناها كويس قوي. طاسة بقى تانية فيها زيت غزير،
الزيت يكون كمية الزيت تكون كويسة. هنحطها بقى تسخن جدا على النار، وننزل بالبطاطس بتاعنا يا دوب هي دقيقة واحدة في الزيت، وبنطلعها زي ما انتوا شايفين كده. هنقليها نص قلية، يعني مش هنديلها لون. تمام، هنديلها بس كده نص قلية، يعني 5 دقايق، يعني دقيقة قصدي، دقيقة واحدة بالظبط في الزيت، وهبدأ اطلعها زي ما انتوا شايفين. ولا هي بيضة قوي وجامدة، ولا هي محمرة. تمام، هكمل بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة كده. وهنا بقى شفتوا القلب اللي طالع من البطاطس اهو، هحطه في نفس المية اللي سلقنا فيها البطاطس، وهنديله غلوة برضو كده في المية. وبعد كده بنطلعهم على مصفى، نصفيهم ونعبيهم في اكياس، لما تبرد ونعينهم في الفريزر. شايفين هنا بوريكم تسوية البطاطس بعد ما خلصت الكمية كلها، سبتها تبرد خالص. وهنا بقى هجيب صينية كده تكون هتدخل معايا الفريزر، يعني تكون حجمها تدخل الفريزر. تمام، وهفرد البطاطس بتاعتي بقى كده واحدة جنب واحدة، وهحط ورق زبدة ما بين كل طبقة وطبقة زي ما انتوا شايفين كده. هرص بطاطس واحط ورقة زبدة، وارجع احط بطاطس تاني واحدة جنب واحدة، افردها كويس قوي علشان لما التلج ما تمسكش في بعضها، واحطها في الفريزر بقى لحد ما تتجمد معايا. دي بقى البطاطس اللي احنا قورناها مع بعض، اللي هي قلنا هنحشيها لحمه مفرومه، بس احنا هنخزنها في الفريزر دلوقتي. البطاطس اهي في نفس الزيت بتاع البطاطس الصوابع، يا دوب بدلها برضو تحميره خفيفه قوي قوي قوي، مش بسويها خالص. يعني النار معايا عاليه، وبنزل بالبطاطس يا دوب اللي هي نص دقيقه، وبقلبها واقوم مطلعاها. تمام، شايفين شكل البطاطس؟ بسم الله ما شاء الله، جميله جدا جدا. اجيب اكياس بقى تخزين، وارص البطاطس بتاعتي كده واقفه علشان ما احطهاش فوق بعضها تتكسر وتتهرى. احطها واحده جنب واحده كده زي ما انتوا شايفين، واقفل الكيس كويس، واحطهم بقى في الفريزر يجمدوا. وهنخزنهم بقى، تخزنيها زي ما انت عايزه، شهر شهرين 3 ما شاء الله، بتقعد معاكي فتره طويله قوي. اهو زي ما انتوا شايفين كده، خلصنا الكميه بتاعنا اهو، عبيناها كلها وهندخلها بقى الفريزر. هنا بقى البطاطس بتاعتي انا كنت طبعا عاملاها من الصبح، حطيتها في الفريزر لحد بالليل تقريبا بتاع 3 4 ساعات، على ما جمدت كده وشدت زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى اقدر اعبيها في الاكياس بتاعتي بقى، واعينها في الفريزر زي المدة اللي انت عاوزاها، تحطيها بقى في الفريزر وتنسيها، وتاخدي منها وتقلي بسم الله ما شاء الله، تبقى جميلة قوي قوي قوي، زي البطاطس الجاهزة اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط. شايفين كمية محترمة جدا، انا مالية الاكياس على فكرة، دي اكياس ثلاجة من الكبيرة. كمية حلوة ما شاء الله، وطعمها بقى في الآلية تحفة. هنبقى نقلي مع بعض ان شاء الله على القناة، واوريها لكم عاملة ازاي. خلاص كده ما شاء الله الدنيا تمام معانا. ودي البطاطس اللي احنا بقى فرزناها في الفريزر، حتى تسمعوا الهبدة بتاعتها. مع